قناة. نرفض الانضواء الذي له صفة التبعية، ونرفض الالتزام العقائدي بأي منه. معيارنا الوحيد هو مصلحتنا الوطنية والقومية. الآن باجي لموقف الاتحاد السوفيتي، وده موقف على جانب كبير من الخطورة. منذ حرب 73 أنا كلفت وزير الخارجية أنه يعمل تلخيص كامل للموقف السوفيتي، ويتابعه ويعمل له تحليل، علشان في جلساتنا سواء في مجلس الأمن القومي أو في الجلسات مع رؤساء المؤسسات بنناقش مثل هذه الأمور. تبلورت الخطوط الرئيسية في سياسة الاتحاد السوفيتي تجاه المنطقة العربية بعد حرب 73 كالآتي. أدت حرب 73 وما تلاها من تطورات، سواء في علاقات مصر مع الاتحاد السوفيتي أم في علاقتها مع الولايات المتحدة، وكذا في تقلص الدور السوفيتي فيما تم من خطوات، أدى ذلك إلى عدة نتائج هامة في سياسة الاتحاد السوفيتي نحو المنطقة بشكل عام، ثم نحو مصر بصفة خاصة يمكن إجمالها في التالي. أولا، العمل على خلق محاور في العالم العربي ترتبط به ارتباط مباشر، وأظن كلنا شايفين بعينينا المحاور اللي بيعملها الاتحاد السوفيتي. وفي الخطاب الأخير أنا جاي اهو بتاع بريجنيف موضح وقايل، وابتدى يقسم العالم العربي خلاف التقسيمة بتاعت التصنيف بتاع الرجع والتقدمي، لا بيقسم تقسيمة بتاعته هو، لأنه معمر القذافي قال عليه الملح الكافر الاستعمار الجديد. طيب دلوقتي علاقته مع معمر القذافي سمن وعسل. طيب يا هل ترى معمر هو اللي قلب ولا الاتحاد السوفيتي هو اللي آمين؟ معرفش يعني حقيقة عملية. بيعمل الاتحاد السوفيتي على خلق محاور في العالم العربي. إعادة تقييم السوفيت لسياستهم تجاه الدول النامية وحركات التحرر الوطني والخلاص إلى نتيجة مؤداها العمل على ربط تلك الدول وهذه التحركات به ربطا لا يقوم في حقيقته على الثورية والمشاركة في النضال ضد الإمبريالية، وإنما على أساس المصالح السوفيتية باعتباره دولة عظمى. كان بيقول لنا الإمبريالية والاستعمار. طيب برضو اللغز بتاع معمر محيرنا. يعني معمر بيقول عليهم هم الإمبريالية والاستعمار الجديد، ومزود عليها الكفر والإلحاد. الله، طب ايه العلاقة الجديدة اللي حصلت دي؟ المسألة مسألة مصالح سوفيتية، لأنه بيدفع معمر بالكاش وعنده السائل، المال السائل. بدأوا في منطقتنا يعرضوا أسلوب التوجه نحو السلام الذي تم حتى الآن، إنما بشكل غريب. فأنا عايز أحط شوية حقائق كده علشان للتاريخ، ونشوف إذا كانت مشوهة يقولوا لنا. بعد الحرب بدجورني زارنا وطلبنا منه قائد دفاع جوي سوفيتي، وقبل الصبح ولغى بعد الظهر. ادي حقيقة.
في حرب الاستنزاف كل طلقة استخدمناها ما استعوضوهاش لغاية ما بعتولي في الكوبري الجوي، وطبعا ما يقدروش يجيبوا لي كل اللي انا عايزه. ادي حقيقة من الحقائق. في 71 لما اول زيارة ليا رحت لهم 1 و2 مارس وقلت لهم سلاح الردع، قاموا قالوا لي مستعدين نبعتولك بس يستخدم بأوامر من مصر. قمت قلت لهم آسف ولا أسمح على أرض مصر بقرار غير قراري وقرار الشعب المصري. والكلام ده حضروه